وفي خبر عاجل، سيغولين رويال: فرنسا تخسر الجزائر بسبب أخطائها الدبلوماسية. وجهت سيغولين رويال رئيس جمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية انتقادات حادة للسياسة الخارجية الفرنسية تجاه الجزائر، معتبرة أن باريس تخسر تدريجيا مكانتها الاقتصادية والاستراتيجية لصالح شركاء أوروبيين بسبب ما وصفته بالسياسة الدبلوماسية الكارثية. وفي منشور على منصة إكس اليوم، استشهدت رويال بتطور العلاقات الاقتصادية في محور الجزائر روما برلين مدريد، مشيرة إلى توقيع عقود في مجالي الطاقة والأشغال العمومية مع إيطاليا، وإبرام نحو 30 اتفاقية خلال زيارة جزائرية إلى ألمانيا شملت قطاعات استراتيجية مثل الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات، إضافة إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى الجزائر، والتي ينتظر أن تشهد إطلاق مشاريع جديدة. وقالت رويال إن فرنسا يجري استبدالها بعدما فقدت مكانتها في منطقة الساحل وإفريقيا الفرنكفونية، معتبرة أن الشركات الفرنسية تشهد تراجعا في شراكتها الصناعية والزراعية والإنشائية والمينائية في الجزائر، في وقت تتوسع فيه الشركات الأوروبية المنافسة في هذه القطاعات. ورأت أن استمرار السجالات السياسية الداخلية في فرنسا حول الجزائر يتجاهل الحقائق الاستراتيجية، داعية إلى تجاوز الخلافات السياسية وإعادة بناء علاقة متوازنة مع دول الضفة الجنوبية للمتوسط. وأكدت السياسة أن التفاهم بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط لا يعني الاصطفاف وراء خيارات الدول ذات السيادة، وإنما يقتضي انتهاج دبلوماسية قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.